مراتي قتلت أخويا. أيوة، زي ما سمعت كده. ما تتخضش، مراتي هي اللي موتت أخويا من غير ما تلمسه ولا تحط له سم في الأكل. والنهاردة كانت بتحفر لي قبر جنبه عشان تحصلني بيه، بس أنا كنت أسبق منها بخطوة. واليوم اللي هي كانت فاكراه يوم انتصارها كان هو يوم نهايتها. اسمعوا حكايتي عشان اللي حصل فيها يشيب شعر الراس. أنا محمود، راجل بسيط، متجوز بقالي 10 سنين من سعاد، ست أقل ما يقال عنها إنها شرارة نار، صوت عالي، نكد، ومشاكل مع دبان وشها، لدرجة إن أهلي ما كانوش بيطوقوها. وده كان عكس حال سلوى، سلفتها مرات أخويا الله يرحمه. سلوى دي كانت نسمة، ملاك بيمشي على الأرض، هادية ومطيعة، والكل بيحلف بحياتها. المقارنات كانت شغالة ليل نهار في بيت العيلة. يا ريت مراتك زي مرات أخوك، شوف الأدب، شوف الاحترام. الكلام ده بدل ما يخلي سعاد تتعدل، زرع في قلبها غل أسود، نار جهنم اتفتحت في قلبها ناحية الغلبانة سلوى. الغيرة عمتها لدرجة إنها حلفت يمين عظيم لا تخرب بيتها وتمشيها من البيت عشان الساحة تفضلها لوحدها. وهنا بدأت خطة الشيطان. سعاد ليها واحدة صاحبتها عقربة زيها، قعدوا مع بعض ورسموا خطة شيطانية. قالوا إيه؟ عشان نخلص منها لازم نضربها في شرفها، نخلي جوزها يطلقها بالفضيحة. بدأت صاحبتها تجيب أرقام غريبة وتبعت رسائل لأخويا عادل الله يرحمه، رسائل تقشعر لها الأبدان. لم مراتك يا دكر، مراتك بتكلمني أنا، مراتك مقضياها وانت نايم على ودانك. وطبعا اتصالات في أنصاص الليالي وتفصل، وحركات رخيصة تشكك أي راجل في نفسه. أخويا كان بيحب مراته بجنون، بس الزن على الودان أمر من السحر. الشيطان بدأ يلعب في دماغه، الشك كبر وبدأ يعاملها وحش، وهي يا عيني مش فاهمة في إيه. لحد ما جات الرسالة القاضية اللي فيها كلام قذر في عرضه وشرفه. أخويا ما قدرش يستحمل، دخل اتخانق معاه خناقة موت، صراخ وعياط، وهي بتحلف له على المصحف إنها مظلومة وهو مش مصدق. دمه فار، قلبه ما قدرش يتحمل القهرة والشك، وقع من طوله ومات. مات مقهور، مات وهو شاكك في شرف أنظف ست عارفها. مات والسبب مين؟ مراتي وصاحبتها. الدنيا اتقلبت، وسعاد عملت نفسها بتعيط عليه، وهي من جواها بترقص إن الخطة نجحت والبيت فضلها. بس ويمكرون ويمكر الله. أهلي حكموا بحكم نزل عليها زي الصاعقة. أخوك مات وساب 3 عيال، والست دي صغيرة، ومش هنسيب لحمنا يتربى بعيد. انت يا محمود هتتجوز أرملة أخوك، تلم اللحم وتحافظ على العيال. سعاد اتجننت، ولعت الدنيا، جابت أخواتها يهدوا البيت علينا، وكانوا عايزين يضربوني. بس أنا وقفت لهم وقلت كلمة واحدة: ده شرع وده لحمي، واللي مش عاجبه الباب يفوت جمل. وفعلا اتكتب كتابي على سلوى، جواز سوري، بس عشان العيال. وهنا حصلت المفاجأة اللي قلبت الموازين. لما دخلت بيتها عشان أشوف طلبات العيال شفت الفرق، شفت يعني إيه ست بيت، نظافة، هدوء، ريحة حلوة، عيال متربية. بقيت أقارن بين الجحيم اللي أنا عايش فيه مع سعاد والجنة اللي أخويا كان عايش فيها. حبيتها، أيوة حبيتها، وبدأت أقرب منها، والعيال اتعلقوا بيا. سعاد حست إن البساط بيتسحب منها بجد المرة دي. نار الغيرة أكلتها تاني، وقررت تنفذ الجزء التاني من الخطة القذرة. بدأت نفس الرسايل تجيلي أنا كمان: مرات أخوكي بتلف عليكي، لما مراتك التانية دي بتكلم رجالة. نفس السيناريو بالظبط. بس أنا مش أخويا، أنا كنت شاكك من الأول، عملت نفسي مصدق، ومثلت عليها إني كرهت سلوى وإني هطلقها وارميها في الشارع. سعاد طايرة من الفرحة وبدأت تسخني أكتر. قمت أنا عامل إيه؟ ركبت كاميرات وتجسس صوتي في الشقة عندي من غير ما هي تدري، وقررت أعمل التمثيلية الكبيرة. دخلت عليها البيت متعصب وقلت لها: خلاص أنا طلقت سلوى وطردتها هي وعيالها وارتحنا منها للأبد، وإخواتك اللي زعلتهم أنا رحت صالحتهم وبوست رأسهم كمان. سعاد عينيها لمعت بانتصار وقالت لي: أيوة كده، ده عين العقل، بلا هم.
نزلت من البيت ورزعت الباب كأني مشيت، وقعدت في العربية تحت وسامع كل حاجة في السماعة. مسكت تليفونها فوراً وكلمت العقربة صاحبتها وفتحت السبيكر، وهنا سمعت اعتراف هز كياني. ألو، باركيلي يا بت، الخطة نجحت. الغبي صدق وطردها، زي ما أخوه مات بحسرته بسببنا، ده كمان خلصني منها. أنا مش مصدقة إننا قدرنا نلعب بدماغ الأخوين ونموت واحد ونعم التاني. يا نهار أبيض، ده أنا كنت هموت من الغيظ لما اتجوزها. الدم غلي في عروقي، حسيت إني عايزة أطلع أفرتكها. طلعت الشقة، فتحت الباب بهدوء. هي شافتني والتليفون وقع من إيدها، وشها جاب 100 لون. من غير ولا كلمة شغلت التسجيل اللي لسه سامعه حالا بصوت عالي قدام وشها، زي ما أخوه مات بحسرته بسببنا. الجملة دي كانت كفيلة إنها تخليها تقع تحت رجلين تبوس الجزمة. صرخت فيها: انتي إيه يا شيخة؟ انتي شيطان، قتلتي أخويا، يتمتي عياله عشان غيرتك السودة، ودلوقتي جاية تكرريها معايا. كانت بتصرخ وتترجاني أستر عليها، بتقول دي غيرة نسوان. قلت لها دي مش غيرة، دي خسة وندالة ودم. أخويا دمه في رقبتك ليوم الدين. رميتها عند أهلها وفضحتها بالتسجيل قدامهم وقدام أهلي. أبويا وأمي كانوا هيتشلوا لما عرفوا إن ابنهم مات بسبب كيد نسوان رخيص. ودلوقتي أهلها بيبوسوا إيدي عشان ما طلقش وتتفضحي، بيقولوا لي عشان عيالك منها، وأهلي بيقولوا دي حية ولو رجعت هتقتلك انتي كمان. وأنا واقف في النص بين نار إني أب العيال أمهم مجرمة، وبين نار حق أخويا اللي مات مقهور. تفتكروا أعمل إيه؟ أرميها رمية الكلاب وأشقرد عيالي، ولا أخليها خدامة تحت رجلين اللي ظلمتها عشان العيال يتربوا وسطنا؟ أنا محتاج رأيكم، لأن عقلي خلاص وقف.